حط لايك على هذه الصورة. هذه الصورة طبعا سفيان الرحيمي هو قاعد يحتفل امام جمهور الهلال في مباراة العين والهلال، والاخ هذا قاعد ينرفز جمهور الهلال الفترات الاخيرة وانا ما اعرف ايش السبب. هل هو سبب الدكة يعني في روما ولا ايش؟ الحركة اصلا ما لها تبرير، يعني في البعض يقول يمكن حطها بالغلط، طيب حطها بالغلط يشيلها. البعض يقول يمكن صديق سفيان الرحيمي يعني كذا يألفون، صديق سفيان الرحيمي ما حط لايك الا على هذه الصورة. يا جماعة انا ما عمري استنقصت من لاعب او هضمت حقه، سعود عبد الحميد يوم كان مع الهلال ما قص، لكن تصرفاته بالفترة الأخيرة تستوجب عليه الرد. كيان الهلال بالنسبة لي أكبر من سعود وغيره مع كامل احترامي، فبما أنك جبت الكلام على نفسك يا سعود حاب أقول لك أقسم بالله العلي العظيم أن الشخص هذا عن ألف سعود. إي نعم عوضنا غيابك بمليون مرة، لاعب مجتهد ولاعب محترف وعرضياته حلوة بعد. كانسيلو لما يعرض عرضية في الصندوق ما يوديها المري، كانسيلو ما يعرض 10 عرضيات وتسع منهم برا واحدة في الصندوق، كانسيلو يجيبها لك في الصندوق ويمكن يخطب واحدة أو ثنتين بالكثير. أنت اللي جبت الكلام هذا لنفسك يا فلان، خلوه يمشي ورا وكيل أعماله. اكتبوا لي رأيكم يا حلوين في الكومنت، لا تنسون الإضافة واللايك، وحياكم الله. عندي بالأصفر ليزر تلقونه في البايو. سلام عليكم حبيبي سفسف يا سفيان. ما في اعتذارات، ترفع يدك وتقول أنا آسف، ما في باقي لك 5 نوفمبر، اعطيناك خماسيه وباقي لك 5 نوفمبر مع الجار، ما عاد فيها ندخلوا اي مباراه اي فريق ناكلوا اكل. يا ويلكم يا عناويه من كريستيانو. يا ويلكم انتم فتحتوا لانفسكم الباب، ما حد مديد عليكم الان، انتم فتحتوا لانفسكم الباب. طبعا هذا جدول النصر. الله يعينكم يا الجار، بيلعب النصر معنا وان شاء الله ان احنا فايزين منتهي الموضوع. وما عليه لا تحاتون يا الجار، احنا بنفوز عليكم لكن بنوقف معكم ضد العين، ابشروا. شفتوا كيف نحبكم يا جمهور الجو، والله العظيم ما لكم داعي. من صالحكم يا النصراويين ان احنا نفوز عليكم عشان تعرفون اخطائكم ومشاكلكم وتصححونها قدام العين وتمحطون العين. شفتوا كيف ننفعكم احنا، حتى بهذه نفيدكم يا جار. بالتوفيق ان شاء الله نمثل الوطن النصر امام العين ولا تفشلونا، نبغى نتيجه تاريخيه. في الختام اكتبوا لي رايكم يا حلوين، لا تنسون الاضافه واللايك، وحياكم الله. عندي بالاصفر ليزر تلقونه في البايو. سلام عليكم. عزيزي العيناوي تفكرني بترك؟ سوي دعاء يا حبيبي اني انا اترك. ماخذين راحتكم من اليمين ها، وابوي الهلال خذ علينا مجرد 3 نقاط لنا. طيب وحنا اقصيناهم من البطوله فرحانين فيها. طيب يا حبيبي ما انت ذاكر ولا اذكرك ولا تنسى التاريخ ولا تهمش التاريخ. 2014 2017 2019 مره من المجموعات، مره من الادوار الاقصائيه، مره طلعتك وخذيت البطوله، سابق فيها يعني. بعدين مع كامل احترامي لجماهير العين، ترى والله ما يطلع صيتكم الا في حاله واحده الا لما تلعبون مع الهلال، والله ما حد يذكركم. والله العظيم ما حد يتذكر العين اللي جاي يلعب مع الهلال ولا مع النصر. ما انت سنوات طويله كنت تلعب فيها في اسيا، وحققت اسيا عام 2000 من زمان، وشاركت مشاركه عالميه ترشيح بما انك مستضيف، وما حد تذكرك. ما لك الصيت القوي، خذيت الصيت القوي الان من بعد ما لعبت مع الهلال. مو استنقاص في العين والعناويه بالعكس، لكن انت لا تقارن نفسك بشعبيه الهلال وبقوه الهلال وباعلاميين الهلال وبطولات الهلال وبتاريخ الهلال، لا انت على قدك. ومعليش بالنسبه للطقطقه ابى اطقطق على العين سنه قدام، مو مشفوح، مو اول مره افوز على العين، لا بس من حقك انت تطقطق عليه سنه، وانا مو من حقي لا بطقطق عليك من ابسط حقوق. بفرح بفوز فريقي وبطقطق عليك خماسيه على ارضك وبين جمهورك ب10 لاعبين، من حقي اطقطق. اكتبوا لي رايكم يا حبيبي في الكومنت، لا تنسون الاضافه واللايك. حياكم الله. عندي بالاصفر يوزر تلقونه في البايو. السلام عليكم. سالم الدوسري اليوم اول ما صحى من النوم مسكت معه كذا، قال انا الفتره اللي راحت كنت منشغل عندي مباريات مهمه خلني اخلصها بعدين اتفضل. صح قال قال بسم الله الرحمن الرحيم، وين هذوليك اللي يتكلمون علي؟ تعال انت تكلمت علي، تعال انت نقصت مني، شككت فيني، تعال. راح سالم رفع شكوى على 2. تعالوا